ايه رأيك في برطمان المخلل الخيار ده؟ بأمانة تحفة ولونه جميل. شايفة ميته؟ شايفة الخيارة لونها ازاي؟ انا بعمله بعد 3 ايام بالظبط بيطلع معايا باللون والجمال ده. تعالي كملي معايا الفيديو واقولك انا عملت ازاي برطمان المخلل ده. اول حاجة معايا 2 كيلو من الخيار. بصوا انا جايبة الخيارة الرفنعة دي صغيرة، ما بحبش اجيب التخينة بتبقى مبزرة ما بتبقاش حلوة وبتنعم معاكي. وجايبة ربع كيلو من الفلفل، انا بنضفه بالطريقة دي، بفتحه فتحة صغيرة كده عشان تبقى الخيارة معاكي حقيقة. تمام، نركنه بقى. معايا ملح، خل، ليمون، توم. تعالوا بقى نخللهم مع بعض. اول حاجة انا هجيب برطمان وهجيب التوم بتاعي اقطعه حلقان كده. هحط حوالي 3 فصوص من التوم في قاع البرطمان. انا هبتدي ارص الخيار. هترصيه بقى، تحطيه كده اي حاجه. حطي كام قرن فلفل، هخرط فص توم برضو، قرن فلفل احمر. كملي رصي تاني البرطمان، هترصيه كله بالشكل ده. يبقى انا معايا في البرطمان التوم والفلفل والخيار. هنزل بالليمونتين الكبار اللي معايا، هعصرهم بالشكل ده وهسيب القشر بتاعهم، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الخل. انزلي بمعلقه سكر كبيره. السكر ده ماده حافظه للمخلل ومش هيخليه معاكي يريم، وهيفضل لاول لاخر واحده مقرقشه معاكي وما ينعمش منك ابدا. كده بقى نركن البرطمان بتاعنا، نعمله المحلول الملح اللي احنا هنحطه عليه. لكل لتر من الميه بحط له 4 معالق هرميه من الملح. وبعد برضو ما بتحطي الملح دوبيه ودوقيه. كده انا معايا 4، معايا لتر ميه. دوبيه كويس. الميه بتاعت المخلل حاولي تغليها وتبرديها. انت كده بتعقمي الميه اللي انت بتخللي بيها المخلل. تنزلي بالمحلول اللي احنا عملناه هنا 3 ايام بالظبط، تاكلي احلى مخلل خيار. وهو ده شكل البرطمان بتاعنا، بأمانة تحفة. هقفله بقى بعد 3 ايام هنفتح عليه. وده شكل المخلل بتاعنا بعد 3 ايام بالظبط. شايفة لونه؟ تعالى اوريكي شكله من جوه. بصي شكل الخيارة، شايفة ناشفة ازاي؟ مش طرية عشان الملح بتاعه مظبوط. بصي الفلفل قد ايه الفلفل ناشف، وشايفه الميه صافيه ازاي. ما ينفعش تحطي ايدك كده في المخلل وتطلعي منه، لازم تطلعي لا بمعلقه بشوكه بحاجه زي كده. وما ينفعش تسيبي البرطمان الغطا بتاعه عريان، لازم تقفليه عشان البرطمان لو اتهوى منك هيعمل ريم ابيض على الوش. خلاص، تعالي بقى اوريكي الخيار قد ايه هو ناشف. شايفين؟ شايفه صوت القرقشه بتاعه الخياره؟ بامانه جميل جدا. امشي على الخطوات ان شاء الله يطلع احلى من اللي انا بعمله. وهي دي طريقتي في الخيار المخلل. يا رب تكون طريقتي عجبتك.